عايز تبقى شخصية جذابة؟ عايز كل اللي يشوفك يتمنى انه يتكلم معاك او يتعامل معاك؟ عايز تجذب انتباه كل اللي حواليك؟ تعال النهاردة اقولك ازاي تعمل ده. اول حاجة يا معلم، ما تسألش عن حاجة اكتر من مرة. يعني اللي اتجاهلك في المرة الاولى ما يستاهلش انك تسأله مرة تانية. رقم 2، ما تعلقش على اي حاجة. يعني مش كل موقف يقابلنا او كل حاجة تضايقنا لازم يكون في تعليق عليها. ممكن بس نقضيها بابتسامة، لان التجاهل بيرعب اكتر من انك انت ترد على كل حاجة. تاني حاجة، لازم تخفي احتياجك زي ما بتحكي مشاكلك. الناس من الاخر كده ما بتحبش البني ادم الشكاي، ولا بتحب البني ادم لما بيكون في وقت ضعف او محتاج. الناس دايما بتحب الشخص القوي اللي عنده شخصية، الشخص اللي ما يعرفوش عنه حاجة، الشخص اللي دايما بيدي، اللي صحته كويسة، شكله كويس، ماديا كويس. ده اللي الناس بتحبه. اما لو انت احتجت الناس في اي حاجة، شوية بشوية هتلاقي الكل بيبعد عنك. فالافضل ان احتياجك ده يكون لربنا مش لحد تاني. تاني حاجة، احفظ كرامتك. اللي هتاخده من غير كرامة هو اللي هتاخده بكرامتك، لان رزقك مكتوب، ربنا اللي بيديهولك مش حد تاني. فكرامتك ثم كرامتك ثم كرامتك. اوعى تتنازل عن كرامتك علشان تاخد حاجة، لانك برضو مش هتاخدها، مش هتاخد حاجة غير انك انت خسرت كرامتك. خلي حضورك تقيل وغيابك مؤثر. يعني ما تبقاش متوفر طول الوقت، مش طول الوقت موجود. لازم يكون حضورك ليه قيمة، الناس تستنى حضورك، مش على طول متاح. ما تبررش كتير، لان اللي هيفهمك من غير ما تبرر، واللي مش عايز يفهمك مهما بررت برضو مش هيفهمك. اهدى واضبط اعصابك. يعني اتصرف بحكمة. وقت المشكلة او وقت العصبية هو ده اللي بيبين الشخصية القوية. الشخص الهادي اللي متحكم في اعصابه دايما ما بيغلطش، اما اللي بيتنرفز كتير بيغلط كتير، واللي بيتكلم كتير بيغلط كتير. اخر حاجة، احفظ اسرارك، لان مش كل صداقة دايما، ومش كل الناس بنثق فيهم. الناس بتستغل اسرارك ونقط ضعفك في وقت المشاكل. اول حاجة هيعملها هيعايرك بيها. فياريت سرك يبقى لنفسك، لان انت لو ما كنتش امين على سرك غيرك مش هيبقى امين عليه. عامل الناس باخلاقك مش باخلاقهم. يعني انت هتتحاسب على افعالك مش على افعال الناس. هتتحاسب انت عملت ايه مش الناس عملت معاك ايه. لازم تكون عندك اخلاق وتعامل الناس بيها. ده لو انت عايز تبقى شخصية جذابة. هستنى كومنتاتكم، وهستنى لايك واشتراك في القناة. معاكم دكتور شيماء خالد، اخصائي صحة نفسية واستشاري علاقات اسرية. سلام عليكم.